الدول العربيه اللي بيطلع منها اشخاص تقول اصل مصر لسه فقيره، اصل مصر لسه الشوارع فيها زحمه، اصل عندكم عشوائيات، لسه بيتعاملوا مع مصر على ان هي مصر بتاعت زمان قبل 2010 لما كانوا بيشوفوا في الافلام والسلبيات اللي كانوا بيشوفوها عندنا. انا عايز اقول لك انك دلوقتي عايش في وهم الماضي. دلوقتي مصر مبقاش عندها عشوائيات ولا زحمه، مصر من اكبر الدول في العالم، حسنت وطورت البنيه التحتيه بتاعتها والاسكان الاجتماعي اللي بقى في كل محافظات مصر. انك واخد مركز 18 عالميا بعد ما كنت 118 عالميا في جوده الطرق اللي عندك دلوقتي. العالم كله بيتحكى يقول لك بصوا على سينا اللي متاخده منكم واسرائيل بتخش وما تعرفوش تخشوا بجيشكم في سينا. الكلام ده كان ماضي. دلوقتي الجيش المصري موجود في سينا، وعقده السلام اللي كانت بتمنع انتشار الجيش المصري في سينا لا خلاص قطعناها، الجيش بتاعنا كله في سينا. يجيب لك صور القطر القديم اللي كان في مصر اللي كان متبهدل ده. لك بصوا القطارات في مصر، ومش عارفين دلوقتي ان مصر بقت مركز لصناعه القطارات اللي هم بيشوفوها دي. بقينا رقم واحد عربيا موضوع القطر الكهربائي والمونوريل. لك بص المناطق الشعبيه متهالكه، مش واخدين بالهم ان احنا عندنا العلمين والعاصمه، والمدن اللي في وسط القاهره القديمه بتتطور دلوقتي زي حي الاسمرات وده وده. مش واخدين بالهم ان هم دلوقتي عندهم ازمات في الكهرباء، واحنا دلوقتي بقينا بنصدر الكهرباء. في دول حوالينا بتعاني من انعدام الامن، وانا دلوقتي قادر ان انا انام في سريري وبابي مفتوح ومش خايف من اي حاجه. انت بتعاني من ان انت عندك تدخلات اجنبيه في بلدك وعندك قواعد امريكيه، وانا برسم خطوط حمراء خارج ارضي في السودان وفي ليبيا وفي غزه وهنا وهنا. تعرف تعملها؟ انت محتاج معجزه عشان تعمل زي اللي مصر بتعمله. تحيا مصر.